السلام عليكم. إيه الأخبار؟ خلاص يعني تقريبا الدور الرئيسي في كأس العالم لكرة اليد خلاص بينتهي بنسبة 99.5. انت خلاص يعني صاعد للدور التاني. للأسف هتطلع تاني مجموعة، فبنسبة 100% هتلاعب فرنسا. فرنسا يعني في الأولمبياد دي ممكن تكون أقوى شوية من كأس العالم اللي فات اللي انت تعادلت فيه على ملعبه. بس انت برضه كنت كامل، يعني البطولة فاتت، يعني في الأولمبياد انت كنت كامل. انت البطولة دي عندك نواقص شديدة، انت عندك حملة مش موجودة أصلا. أول حاجة بقى طبعا ببارك للرجالة امبارح. عملوا ماتش عظيم. عادي حصل يعني الضغط العصبي والخوف وكده تملك منهم في آخر دقيقتين تلاتة، والخوف من الهزيمة أو التعادل أو هما يرجعوا رجعهم شوية، والحمد لله ربنا ستر في آخر كورة ويعني وطلعوا بالمكسب اللي هو ده كانت أهم حاجة يعني. بس أنا مين اللي جاي أتكلم معاك في حاجة تانية خالص بقى يعني. أولا في كأس العالم طبعا في مفاجآت كتير. في أسبانيا امبارح طارت، أسبانيا فول تيم باي ذا واي بره خالص، والسويد فول تيم بره خالص. اسبانيا بدي فارجاز بترافيتا بكاسادو بالاخوان دوتشوبايف بنيك سولي بي اس جي اند سو اون بره خالص وخلاص. يعني هما ممكن يبقوا تاسع عاشر 11 12 اند سو اون يعني. السويد بجود فريدسن هامبس فاني كارل نيلسون والشله الجميله دي بصراحه. نفس الكلام فول تيم وبره اوكي من برازيل البرتغال. طبعا الكلام ده لو كان حصل مع مصر كانت اللعيبه دي استحل دمها يعني فاهم اللي هو يو هاف ا بيرميشن تو كيل، فاهم؟ يقتلوا اللعيبه دي يا جماعه. طبعا صح ده اكيد طبعا. يا جماعه الفكره ان يعني طبعا كره اليد ليها قاعده جماهيريه كبيره في مصر، بس اغلب الناس اللي بتبتدي تتفرج على الهاند بول واللي هو تتابع بقى هاند بول في الاولمبياد او في كاس العالم مشجعين كوره، فعندهم استحقاقيه شديده ان انا هدخل اشتمك اهينك ايه الادبي عليك بشتايم واهانات يعاقب عليها القانون. يعني لو اتخذت سكرين شوت كده ورحت الاسم وعملت محضر انت هتتجاب باي ذا يعني. بدون فهم او عقلانيه او نولج او نو هاو او تقدير لظروف او ناس مصابه او يعني خلينا نسلكم بس الفرق. يعني احنا داخلين كاس العالم ده من غير مين؟ فاهم؟ احنا مبدئيا داخلين كاس العالم ده من غير يحيى الدرع الهاف الاساسي بتاعك، صانع الالعاب الاساسي. من غير قداح الباك ليفت التاني اوقات كان بيبقى الاول، والناحيه التانيه بديل يحيى خالد اللي هو مهاب سعيد. ده خط خلفي يا جماعه كامل. يعني ده واحد اتنين تلاته ممكن يلعبوا مثلا في الماتش 30 30 35 دقيقه، انت فقدتهم اصلا. وفي البطوله وانت ماشي كده رحت فاقد دودو في النص، اللي هو راجل عنده 23 سنه 24 سنه ومن افضل مواهب في العالم تقريبا، وبيصنف ان هو فيوتشر بلندور، اللي هو يعني بلندور اللي هو زي كره القدم بين اغلب الناس مشجعين كوره اللي هو يبقى احسن لعيب في العالم. فقدته، فانت فاقد اربعه اعمده اساسيه، فتقريبا الخط الخلفي عندك مات انتهى. يعني هو مات بجد مات عشان الباقيين اللي هو سيف الدرع الراجل قوي، علي زين الراجل قوي، يحيى خالد الراجل قوي. هما بيلعبوا في العادي كانوا بيلعبوا في الماتش 30 دقيقة 35 دقيقة ويحصل روتيشن، فهو مضطرين يلعبوا على مدار البطولة كلها بقى لهم 3 ماتشات تقريبا يلعبوا أكتر من 45 دقيقة. ففي حاجة اسمها إجهاد يا جماعة. يعني أعتقد الناس اللي بتشتمهم يعني الإهانات اللي بتشتمهم ما يقدروش يجروا 500 متر مثلا على بعضها. فاهم؟ هو مش طول الوقت بيشتمه وهو قاعد على القهوة أصلا أو ماسك موبايله، أو ممكن يكون مش وراه أي حاجة خالص. طبعا مش بقلل الناس، بس مش ممكن يكون مش وراه أي حاجة خالص، بس هو دخل هو بيطلع عقده النفسية على اللعيبة دي، اللي هو أنا عندي استحقاقية إن أنا هشتمك وأهينك وأطلع كل عقدي النفسيه اللي انا موست بروبلي اللي انا محتاج اتعالج بسببها. اروح لدكتور نفساني او ثيرابيست او اي حاجه اتعالج ليها، بس انا هطلع اخش اشتمك. انا اتضايقت فانا استحقاقيتي ان انا اخش اشتمك. فالناس يا جماعه بتدي نفسها استحقاقيه غير مبرره، ويعني يعني انت ليه بتشتمني؟ وفكره ان نفس الناس دي لو شافوا بقى الناس دي في الشارع يروحوا يتصوروا معاهم، او يا لعيب يا كبير انسون. عشان الحاجه دي شفتها بعينيا مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي.
الجماهير الاهلي بعد اللي حصل ده كله راحوا بيتصوروا معاهم وعشا نجم ومش عارف ايه and so on. ف لعيبتنا رجاله قوي، دكوره قوي، ولاد ناس قوي، فمش مش بيفرق لهم الاهانه وقله الادب والشتيمه يعني واحد زي كريم هنداية مثلا في ماتش ايسلندا انت طالع بنسبه تصدي تقريبا 37% او 36%، مش متذكر قوي. اللي هو انت لولا كنت خسرت من ايسلندا سكور، اوكي؟ فلو كنت خسرت من ايسلندا سكور كنت هتبقى بره البطوله، ومع هذا بيشتموه برضه، يعني مع هذا بيتشتم. اللي هو لو تشوف عليه تلاجة احنا جوانا ملط ومش عارف ايه، جوانا ملط على اي اساس يا جماعه؟ نسبه تصديق محمد علي في ماتش كرواتيا هو اللي مكسبك الماتش امبارح. محمد علي هو عامل مساعد كبير انك كسبك الماتش. ماتش ايسلندا كريم هنداوي كان انقذك من هزيمه مستريح 7-8، فكنت 7-8 دي كنت تطلع بره البطوله اصلا، وفارق سكور ده ولا كان هيبقى لازمه، وكان ايسلندا كرواتيا اللي هيصعدوا. فليه يا جماعه؟ ليه الاهانه؟ ليه الشتيمه؟ ليه الاستحقاقيه اللي الناس بتديها لنفسها ان هي تهين بني ادمين ما عملوش اي حاجه؟ كل دورهم اللي هم بابليك فيجرز، يعني كنت ده ذنبهم الوحيد اللي هم بابليك فيجرز. بيلعبوا كاس عالم وبيكسبوا كرواتيا في ملعبها وبيكسبوا سلوفينيا، وخسروا ماتش ايسلندا بسبب نواقص، ان في 4 لعيبه الخط الخلفي بتاعك انتهى، مش موجود اصلا. يا جماعه انتوا شفتوا امبارح كرواتيا عملت ايه في ايسلندا؟ سلختها. انت بقى مسكت كرواتيا في ملعبها. اللي اتعمل امبارح في ايسلندا انت عملته في كرواتيا، اللي هي انا شايف ليها مفاجاه اصلا ان انت تكسب كرواتيا فرق 4 على ملعبها. فيا جماعه احترموا الناس دي، ادوها حقها. من اول علي زين للمصري لسيسا لاكرم يسري لسند اللي بيتشتم بس عمل حاجه وما عملش حاجه، ليحيى خالد لسيف الدر، اي حد بيتشتم، اي حد ما عجبهوش بيتشتم في شتيمه وخلاص. فالف مبروك للرجاله، ويعني ان شاء الله في دور الثمانيه يعني يكون دودو رجع والسيستم ده يظبط شويه، وده هيفيدنا كتير يعني، سواء احنا بنلعب فرنسا. وكل شيء وارد، انت في ملعبهم في الاولمبياد فيري كلوس ان انت تكسبهم يعني. فالهاندبول ملوش كبير يعني، والرجاله دي احنا كلنا ثقه فيهم، وحتى لو لا قدر الله ما كسبناش ف بكل الغيابات بكل اللي بيحصل حواليهم واللعيبه بتموت نفسها في الملعب. شفت امبارح اخر الماتش خالص لقطه علي محمد علي لما نام في الارض وكان بيعيط، مصري نفس الكلام. فالناس دي رجاله وبيحبوا بلدهم وبيحاولوا يعملوا انجازات لنفسهم ولبلدهم، مش قاعدين على القهوه او في بيتهم في السرير وماسكين موبايلات وبيشتموا الناس وخلاص. فشكرا جدا